تفتكر لو لا قدر الله اتخبطت وحصل نزيف من الانف او شفت حد كده، ازاي هتتصرف معاه وازاي هتتعامل معاه؟ ده اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان شاء الله. اول حاجه بلاش هلع وخوف زياده عن اللزوم، لان الخوف الزياده عن اللزوم هيعلي الضغط، والضغط لما يعلى هيزود النزيف، يبقى انت كده بتضر نفسك وبتضر المصاب. رقم اتنين، هتخلي المصاب يقعد ويميل براسه لقدام شويه، ما يميلش لقدام خالص ولا يرجع راسه لورا، وده اعتقاد خاطئ عند الناس اللي بيخلي المصاب بنزيف الانف انه يرجع راسه لورا علشان يقلل النزيف، ولكن ده ممكن يخلي المصاب يبلع الدم فيدخل مجرى الهواء فيعمل له مشاكل. رقم 3، هتخلي المصاب يضغط على المنطقة الطرية اللي موجودة في الأنف من فترة من 5 ل 10 دقايق. انت بقى لو متاح جنبك كمادات تلج هتحطها على الجبهة وعلى الأنف، لأن كمادات التلج بتعمل انقباض في الأوعية الدموية فتقلل من النزيف. عملنا كل ده والنزيف وقف، يبقى الحمد لله هنغسل الأنف تحت الحنفية وكده تمام قوي. ولكن لو لسه النزيف شغال هنروح اقرب صيدليه، هنجيب امبول ادرينالين ونكسره على حته قطنه ونسد بيها انف المصاب، بس خلي بالك ما يكونش المصاب مريض بالضغط العالي. عملنا كل ده والنزيف وقف، يبقى كده الحمد لله. ولكن لو لسه النزيف شغال وعدى اكتر من نص ساعه، يبقى هنروح اقرب مستشفى او اقرب استقبال علشان نشوف ايه السبب ونعالجه. وبس كده يا صديقي، وما تنسوش تتابعونا عشان نعرف ايه هو الصح. ودمتم في صحه وعافيه.